بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه سمك صياديه. طبعا وهشوي سمك برضو، فانا مش هنزل الشوي علشان انا نزلته قبل كده، ومش هنزل الشوي تاني غير ما يكون عندي فكره مختلفه. فانا هسيب لكم طريقه شوي السمك في صندوق الوصف عشان الناس اللي ما شافتش الحلقه وحابه تشوفها. سمك الصياديه بقى عشان نعمله اهم حاجه تكون السمكه زي ما احنا شايفين كده فيها لحم، وتكون صبحه. نعرف ان السمكه صبحه من الخياشيم بتاعتها، بنلاقيها حمرا كده. المقادير هنا انا جايبه 2 كيلو سمك للصياديه، سمك بلطي مليان زي ما احنا شايفين كده. السمكه تقريبا عامله نص كيلو. انا هنضفه دلوقتي بس مش هصور التنظيف لان برضو صورت تنظيف السمك قبل كده، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. كده انا خلصت السمك، نضفته وقطعته بالشكل ده. لو حابين تشوفوا طريقه التقطيع السمك هسيب لكم اللينك بتاعها برضو تحت في صندوق الوصف، تدخلوا عليه وتشوفوا الحلقه كامله. هنا بقى بصوا انا برميش راس السمك. راس السمك يا تعمليها شوربه لما تكون السمك كبير، يا تعملي الراس شوربه، يا اما تستخدميها في الصينيه اللي انت هتعمليها برضو زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيها لحم برضو. ودلوقتي جينا للتتبيله. التتبيله دي عباره عن راس توم صغيره متقشره، معلقه ونص ملح، قرنين فلفل، معلقه ونص كمون، وليمونتين متقشرين ومتقطعين. حطيتهم في شفشق الخلاط وحطيت عليهم ربع كوبايه ميه وضربتهم لما بقوا بالشكل ده كده. خلاص كده جبت بقى ليمونتين وعصرتهم وصفيتهم، وهاخد العصير الليمون ده واقوم حطاه على الخلطه بتاعه السمك، وهضيف عليهم معلقه شطه صغيره، ودي اختياري عشان الناس اللي بتحب الحاجه حراقه ومشطشطه، والناس اللي مش عايزه حاجه حراقه. هقلبهم مع بعض كده كويس قوي، وبعد كده هنجيب السمك علشان نتبله. نجيب السمك كده ونسمي بسم الله ونبدأ ايه نملحه. عايزه اقول لكم حاجه، لو انتوا مش عايزين الخلطه تكون حراقه ممكن تستبدلوا قرون الشطه بالفلفل الرومي. وهبدأ بقى كده هحط الخلطه في السمك كله. عايزه اقول لكم على حاجه، يا ريت لما نيجي نعمل السمك تتبيله في اي حاجه هنستخدمه فيها تعمليها من بدري وتسيبيه منقوع فيها، لان لحم السمك بيشرب من التتبيله كويس قوي وبياخد الطعم بتاعها، عكس طبعا الفراخ واللحوم التانية. السمك سريع جدا ان هو يشرب من التتبيله. كده بقى انا خلصت التتبيله، هسيبها ساعتين 3 في التلاجة، هسيبها لحد ما اجي اعمل الاكل. انا كده جهزت الايه السمك بتاع الصياديه. وهنا بقى معلش ما لحقتش او ما الجزء الاولاني ما صورتوش، انا حطيت هنا شويه زيت ذره وعليهم معلقتين من السمنه، ونزلت بالبصل المتقطع شرايح بالشكل ده. لما البصل دبل وبدا ياخد اللون الذهبي هنزل عليه هنا بالطماطم. طبعا انا حاطه بما يقرب من 3 كوبايات كبار من الطماطم، وادي نص معلقه ملح. مش هكتر في الملح علشان احنا حاطين ملح على السمك، لو احتجت تاني هضيف. وهحط معلقه كمون، وهحط معلقتين بهارات سمك. بهارات سمك بتبقى مملحه شويه برضو عشان نبقى عارفين واحنا بنحطها ما يطلعش الاكل مننا حادق. ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وهسيبها كده على النار بالشكل ده كده. عندي هنا بقى بصلتين مقطعاهم، هحط عليهم بقى ايه ملح، وهحط عليهم كزبره وشويه كمون، وهقوم ماسكاهم دلوقتي. انا طبعا حطيت الملح في الاول بس برضو ما طلعش وانا بضيفه، وهقوم دعكاهم كويس قوي لحد ما اطلع الميه اللي موجوده في البصل. كده خلاص بالشكل ده كده هشطف ايديا بقى وارجع لكم تاني. هاخد البصل بقى وهضيفه هنا على الايه على الطماطم اللي انا حطيتها على النار، واسيبه يستوي في قلبيها. انا هنا بقى مش هعوز الصلصه مليانه، يعني مش عايزه الصلصه بتاعت السمك تبقى تخينه قوي كده. خلاص هي البصل استوى جوه الصلصه. هبدا بقى اضيف السمك. بعد بقى ما ضفت السمك كده هسيبه على النار 5 دقايق.
يعني 5 دقايق 6 دقايق مش اكتر من كده. هخليه بس ينزل كويس كده في التسبيكه بتاعته او في الطماطم اللي انا عاملاها. وهضيف معاهم قرنين فلفل كده خضر علشان هحطهم معاه في التقديم. عايزه اقول لكم حاجه، انا مش عايزه صلصه السمك تبقى ملفوفه او تبقى تخينه. عايزه كده تبقى فيه سوائل الصلصه، وهقول لكم ليه ان شاء الله. بس ايه اما تستوي معايا كده خلاص. انا شلت بقى السمك وهاخد الصلصه بتاعته واقوم حطها في الصينيه. بص انا عاملاها سايله ازاي، مش تخينه. وهبدا ارص فيها السمك. وده بقى الشكل النهائي لصينيه السمك. هدخلها الفرن وارجع لكم تاني. شايفين صينيه السمك؟ علشان كده مرضتش اعمل الصلصه ملفوفه، لان السمك لما بيخش الفرن بتبدا الصلصه تنشف وتقل، فلما تكون فيها سيوله تبدا لما تقل تبقى مظبوطه قوي معاكي. شايفين ما شاء الله؟ بصوا بصوا الصلصه عامله ازاي اهي. بقت متماسكه كده وبقت ملفوفه لما دخلت الفرن. انا طبعا سبته في الفرن تحت الشوايه لان انا كنت مسويه على النار. سبته اتحمر براحته كده بالراحه. وزي ما قلت لكم الصلصه قلت شويه، وفي نفس الوقت بقى القوام بتاعها مظبوط قوي. انا كده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم.